ليكوا خبر مش لذيذ. الهروب ما طلعش هو الحل. انا قربت اتم 28 سنه، وفي خلال 8 سنين عشرينات اتعلمت حاجات كتير قوي، وافنان اللي عندها 23 سنه جايه تقول لكم الهروب مش هو الحل. 23 سنه دي كانت كورونا، وكان عندي اكتئاب لان حياتي ما كانتش ماشيه زي ما انا مخططه لها خالص، فقررت ما اعيشهاش. I was rotting in bed حرفيا. نوم بقى، دوم سكرولينج، فيديو جيمز، اي حاجه تخليني ما واجهش الواقع. بعد سنه ونص اكتئاب وهروب من الواقع، إيه اللي حصل؟ واجهته. كل اللي كنت بهرب منه رحت واجهته، وبعد المواجهه اكتشفت ان الهروب الطويل قوي ده كان مرهق اكتر بكتير قوي من المواجهه. الهروب الطويل ده ما كانش الحل، لان انا وانا بهرب من المشكله هي كانت بتجري ورايا، هي ما راحتش بعيد، هي كانت لازقه فيا حرفيا، لازقه فيا كده وما سابتنيش لحد ما واجهتها. بس كده هو ده اللي كان مطلوب، اواجهك. طب ما قلتيش من بدري ليه؟ عارفين، ممكن تاخدوا نفسكم، ممكن تقولوا انا محتاج بس استجمع طاقتي كده والملم شتاتي عشان اواجه، بس تهرب مش حل والله. ما هو هي وراك المشكله، واجهها واخلص. يعني واجه المشكله واخلص. ليه بقى؟ عشان في مشاكل تانية هتقابلك في الحياه محتاجه انك تواجهها برضه. فاهمني؟ سلام.